سلام بنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. رجعت لكم من بعد العيد، غندير معكم وصفه ديال البسبوسه بالكاكاو والكريمه، كتجي زوينه. نتمنى انكم تشاهدوا معايا الفيديو حتى الاخير. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا بيضه مع كاس لاروب ديال السكر سنيده، خلطتهم مزيان حتى ولا اللون ديالهم بيض. من بعد غادي نضيف عليهم كاس ديال الحليب دافي، كنركز على هذا الحليب دافي. ومن بعد غنزيد عليهم كاس قل صبع يعني معامرش مزيان ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو، نخلطهم مزيان. ومن بعد غنزيد عليهم خماره ونص ونخلط. وغادي نزيد عليهم النواشف. هنايا غادي نضيف نص كاس ديال الكوك على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف كاس ديال الدقيق ابيض وكاس ديال السميده ديال الحرشه. غادي نخلط مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم وكيتخلطوا. الخليط ما كيكونش خفيف وما كيكونش ثقيل، يعني غادي تشوفوا الكثافه ديالته كيفاش كتجي بحال هكا. غادي ناخذ مول، انا غادي نستعمل مول ديال الزاج، نتوما ممكن ديروا اي مول عندكم. خديت انايا هذا، غادي نرشو من التحت، ما غاديش ندهنو فقط بالزيت، غادي نرشو غير بالسميده. وغادي نكب فوق منه الخليط ديال البسبوسه. من بعد كاضافه يعني باش تعطيني غير هذاك لا كروستيون، غادي نضيف عليها الكركاع مهرمش. ممكن تضيفوا الكركاع مهرمش، ممكن تزيدوا حبيبات الشكلاط او لا شكلاط فيغميسيل اللي يعجبكم. انايا هنايا كتعجبني بالكركاع. غادي ندخلها للفران كطيب. ومن بعد ما غتخرج غادي نكون محضره كاس كبير ديال العنبه فيه الكاكاو، يعني واحد المعلقه كبيره تاع الكاكاو، نخلطو ونسقيو بها. من بعد ما كتشرب غادي نقطعها على هذا الشكل هذا، على شكل مستطيلات اللي هما صغارين كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. غادي نحاول انني نجيبهم متساويين، يعني يكونوا كلهم في نفس الطول وفي نفس القياس. خديت هنايا كريم شونتيي، طربتها مع شويه ديال الحليب. ممكن تعوضوها حتى بالكريمه السائله، كتطلعوها يعني كتجي مزيانه. هنايا راه ما ضفتش ليها السكر لان هي اصلا حلوه. درت هذوك القطع تاع البسبوسه في كويغطات على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا، ستفتهم تماكين. ومن بعد خديت البوش على هذا الشكل ديال اللوزه او الدمعه. درت هاد الشكل مموج او لا على الامواج صافي. من بعد غادي نزينهم. عندي هنايا شوكولا رولي، هرمشتو شي شويه ومن بعد زينت به. كيبقى تزيين اختياري، يعني كل واحد واشنو عنده في الدار. الشكل ديالهم جا رائع وجات لذيذه صراحه. نتمنى انكم تجربوها، وراها ساهله ورخيصه، يعني ما فيهاش بزاف ديال التماره وما فيهاش شي مقادير اللي هي كثيره. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم شكلا والمذاقا الى جربتوها. خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده. وما تنساونيش ديما من لايكاتكم ومشاركه في القناه ديالي، ونتمنى انكم تبارطاجيوها مع الاحباب ديالكم. خليتكم على خير، تهلاو في راسكم.